dá para ele? Deu pra televisão, mas aí é pra ficar lá na televisão, não na casa dele. قلت له ياخذ القناه بس تقعد في الاستوديو هناك مو في بيتك. خلاص نعطيها صالح للنزي. عموما اليوم الهلال يضرب كرويا بالخمسة. هو يعني صاحب امتياز مهم، مسجل هاتريك. الواضح من الشوط الاول ما كان فيه يعني سيطره هلاليه، ضغط هلالي واضح، ما كان في خطوره واضحه، لكن حتى اللي شافوا المباراه، معطيات المباراه الى ما قبل الطرد ما كانوا يتوقعون انه هذا ابو علي جاء كالعاده. حياك الله ابو علي، تبيها اعطيك اياها ولا لا؟ استاهلها بياخذها بدي البرازيل. طيب اكمل سؤالي، هل كان يتوقع انه يسجل هذا الثلاثه اهداف؟ والناحيه الثانيه اللي هي ما كان الوضع العام بالنسبه للهلال فنيا يوحي بهذا الامتياز بالذات الشوط الاول. Primeiro, em relação no começo do primeiro tempo, não viu aquela pressão, todo mundo que viu até na televisão, aí começou depois do cartão vermelho. Esse o primeiro. E o segundo, você acreditava que ia fazer os 3 gols? Eu sempre acredito, né? Todo jogo eu acredito que eu vou fazer gol, eu acho que vou ajudar o time. Só que hoje a gente não estava jogando bem, porque eu acho que o time estava meio lento, a gente não estava conseguindo jogar. E aproveitou o cartão vermelho para conseguir impor o ritmo de jogo. أول شيء يثق في كل مباراة إنه يجيب أهداف، والحمد لله إنه جاب 3 أهداف اليوم. وثاني شيء إنه الفريق أوكي كان بحالة بطل اليوم واستغلنا وضع الطرد وصحينا وجبنا الخمسة. بصراحة 4 كانوا تحت الاختبار طبعا، وطبيعي جدا اللي هم 4 أجانب، كاستيلو، نيفيز، الكوري، وأيضا هرماش. 2 غادروا في فترة الانتقالات الشتوية، 2 أثبتوا جدارتهم واستمروا. هو يمكن يرونه الجمهور رقم 1 بالنسبة للاعبي الأجانب.